السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل معاكم وصفة سهلة جدا. هنعمل القرص بالعجوة اللي هي بتاعة الأفران اللي هي بيقولوا عليها الترسة. النهاردة هنعمل الوصفة بأسهل طريقة. زي ما انتم شايفين معايا كده، حطيت بيضة بس وخليت الصفار على جنب. حطيت كيس خميرة، حطيت معلقة من الخل، حطيت معلقة من السكر، حطيت رشة ملح، حطيت ربع كوباية من الزيت، حطيت كوباية من المية بس، وخلطتهم زي ما انتم شايفين مع بعض كده. هنا زودت معلقة سكر بس وقلبتهم مع بعض. بعد كده اهم حاجة في المعجنات، في الكيكات، في المخبوزات عامة، لازم ننخل الدقيق. منا بيدخل فيه نسبة هوا كده، وفي نفس الوقت لو في اي شوائب ولا اي حاجة يعني ما بتختلطش مع الدقيق والحاجة اللي انتي هتخبزيها. حطيت كوبايتين من الدقيق وعليهم معلقة من البيكنج باودر، وبدأت ان انا اخلطهم زي ما انتم شايفين كده، ان انا اعجنهم بايدي، اعجن والم بالشكل دوت. العجينة لمت معايا خالص، بس كانت لينة شوية. طبعا بعتذر عن صوت ابن اياد، ادعوله ان هو ربنا يشفيه، عشان هو في دور صعب جدا. ربنا يشفيه ويعافيه ويشيل عنه يا رب. بعد ما عجنتها سبتها زي ما انتم شايفين كده، ومسحتها بمعلقه زيت في الطبق وعلى الوش بتاعها، وغطيتها بفوطه وسبتها تختمر. بعد ما اختمرت معايا، جبت الصواني بتاعتي وبدأت ان انا احط فيها الزيت بالشكل دوت، وهبدأ ان انا بالفرشة وادهنها من الارضية ومن الجوانب. هعمل كل الصواني بتاعتي بالشكل دوت. وادي العجينة معاك اهي، اختمرت وبقت كويسة. هبدأ بقى ان انا هوريكم هعمل بيها ايه. هبدأ ان انا اخد قطعة كده. بصراحة انا ما بكورش يعني وبحط على جنب والكلام ده، انا بشتغل على طول اهو. هفردها بالشكل ده. وكنت مجهزه العجوه بتاعتي. العجوه بجيبها من الفرن او من اي سوبر ماركت بتبقى جاهزه. بحط معلقه من الزيت، بدهن فيها كيس نايلون او كيس تلاجة، وببرمها بالشكل دوت وبجهزها. حطيت العجوه وبدات ان انا اقفل عليها، وعملتها زي الصوبع زي ما انتم شايفين. بعد كده هبدا ان انا اعملها شكل الدايره دوت، وابدا ان انا اقصقصها بالمقص بالشكل دوت، تدينا شكل الترسه زي ما قلت لكم قبل كده. هنا هحاول ان انا اشيلها على ايدي عشان اوريها لكم. هنا بقول لكم ان انا لازم اقفل الجنب دوت كويس، علشان لما احطها في الفرن ما تفكش مني. بعد كده جبت قطعة تاني اهو ووريها لكم برضو علشان تشوفوها، واحط فيها العجوه، ولو زياده زي ما انتم شايفين كده قصيت بالسكينه عادي، وابدا ان انا الف عليها العجينه بالشكل ده. واهم حاجه ان انا اقفلها كويس اهو. بعد ما اقفلها كده هبدا ان انا برضو افردها على ايدي كويس. ما كنتش عارفه افرد في الصينيه. طب كمان بعتذر منكم لو يعني الشكل مش عاجبكم ولا حاجه، بس انا المطبخ بتاعي ضيق جدا، فبضطر ان انا اخرج بره في الصاله كالعاده، وبفرش بقى ايه فرشتي كده بحاجاتي واخلص، وبعد كده اروح مدخله كل حاجه تاني المطبخ. بس فشغاله بقى بالشكل دوت. عملت معاكم اكتر من واحده علشان برضو تشوفوها. على ما اعتقد مفيش اسهل من كده اهو. بحط على قد العجينة وببدأ ان انا الفها كده واقفل عليها، وابدأ ان انا ابرمها برضو علشان اخلي العجوة والعجينة تبقى حتة واحدة كده مع بعض، عشان ما تفكش بعد كده. عملت كام واحدة، وبعد كده بدأت ان انا اقصقصهم واحطهم على في الفرن على الشبكة في النص، على درجة حرارة 180 ل200، ما بتزيدش وهتقل عن كده، واسيبها لحد الاختمار خالص. وبعد كده ادخلها الفرن. هنا بقى انا هجيب البيضة بتاعتي اللي انا خدت البياض بتاعها. هاخد الصفار واحط عليه معلقتين من اللبن او الحليب، واحط عليهم معلقة من الخل، وابدأ ان انا ادهن بيها الوش بتاعي وادخلها الفرن. هكمل بقية الكمية بالشكل دوت، وبعد كده اطلعهم واغطيهم بفوطة سخنة. وزي ما انتم شايفين الشكل كده روعة وطرية وسخنة وجميلة جدا اهو. اتمنى ان هي تعجبكم، اتمنى انتوا تجربوها. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.